برانسيب طريقة سهلة ماهلة. لي زانغريديون اللي باش نستحقولهم هما السميد، الفارينة، زيت، خميرة وسكر وملح ولفاحات نتاع الخبز. باش نبداو نحطو الفارينة في البول نتاعي. ان فيت بالنسبه لي ميزور قد الفارينة قد السميد وعينك ميزانك معناتها في الحاجات الاخرين. انا لهنا حطيت ابوبري 750 غرام مخلطين مع بعضهم. فوالا كيما تشوفوا قد نحاول معناتها بالعين. ومن بعديكا باش نزيد الملح وشويه كركم. هذوما السكر والخميره. دونك حطيت لي زانغريديون شايحين نتاعي الكل واللفاح نتاع الخبز بالطبيعه. ومن بعد باش نحركهم نخلطهم مليح مليح قبل ما نزيد لهم لي زانغريديون المبلولين اللي هما الزيت والماء الدافي. الماء الدافي باش نزيد عيني ميزاني، وبالنسبه للزيت نص كاس. دونك عملت كي الحفره هكا في الخليط نتاعي، صبيت فيها الزيت وبديت نحرك في العجينه ولا البيتخان اللي هي. ومن بعديكا قعدت نزيد في الماء الدافي بشويه بشويه كيما تشوفوا لهنا، ونقعدوا نهبطوا في الجناب ونخلطوا بالكدا. لا الخبز بكل انواعه معناها بصراحه سر النجاح نتاعو هو العجناء. دونك انا قبل ما كان مره يجيني بالكدا مره لا انتي والفوكس نتاعي. بالنسبه لتويكا ملي وليت بالعجينه بصراحه يجيني ديما طياره. فوالا دونك نعجنوهم مليح مليح حتى لين تولي طريه اي سورتو ما عادش لاصقه في البول نتاعنا. كيما تشوفوا هنا طريه الخبزه مبسه تحفونه. نحيت البول من البيتخان باش نغطيها ونخليها تخمر ما بين ساعه وساعتين، انتي والخميره انتي والفارينه انتي وبرشا حاجات. دونك نغطيها بساشي ومن بعد نغطيها بمنديله باش ما يدخلهاش الهواء. خليها كيما قلنا بين ساعه وساعتين، ومن بعد نشوفوا اللي الخميره نتاعنا العجينه نتاعنا خمرت. نعمل يديا شويه بالفارينه والكل باش ما تلصقليش في يديا ونخرجها. ومن بعد نقسمها الكعبورات صغار صغار اللي هما صغار ولا كبار سا ديبون نتوما شنو تحبوا الخبزات نتاعكم بعد كيفاش يكونوا. انا هذه في بالي عملت لي 6 خبزات. دونك باش نقسمهم ونحطهم على الفارينه ومن بعد نكعبرهم ونعملهم دي بتيت بول كي العاده باش نعاودوا نغطيوهم ونخليوهم يرتاحوا. المره هذه ما بين نص ساعه و 45 مينوت باش ترتاح العجينه، باش من بعد كي نحلوها تمشي معانا ايزي معناها ما تبداش رزينه كوا. فوالا ارتاحوا. ناخذ الطبق نتاعي حطيت فيه البابيي دو كويسون، بعديك ناخذ بالبول ونبدا نحل بشويه بشويه. فوالا انا حطيت شويه فارينه في البابيي باش ما يلصقليش الخبز من بعد. دونك نحلهم. بعد ما حليت الخبزات نتاعي ناخذ اللام والا سكينه مافيا ونجرحهم من الفوق بالطريقه اللي نحب عليها انا. ومن بعد نغطيهم ونخليهم زيدا يرتاحوا نص ساعه 45 مينوت. وان فوا تنفخوا هكايا بالكدا حاضرين باش يدخلوا للفوغ. نحطهم في الفوغ في 400 دوغري فahrenheit اللي هي 200 دوغري سلسيوس ابوبري. جوست قبل ما نحطهم نرشهم بشويه ماء ونحطهم في الوسط ونخليهم يطيبوا دو 15 20 مينوت. ما يحمروش فاسيلمون هذوما، الوغ نشعل لهم شويه الغاز من الفوق باش يحمروا ونلفهم في منديله باش يقعدوا طريين. كانت هذه طريقه نتاع الخبز المبسس التونسي. كان عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تعملوا سبسكرايب تو ذا channel باش هكاك يوصلكم كل جديد. ثانك يو باي باي.